بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. لا إله إلا الله. There is no God to worship except Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad is messenger of Allah. إنه يعلن الشهادتين. كان هذا في المؤتمر الطبي السعودي الثامن بالرياض. إنه البروفيسور تاجاتات تاجاسون رئيس قسم التشريح والأجنة في جامعة تشانغ ماي بتايلاند، وهو الآن عميد كلية الطب بها. بدأت صلتنا بالبروفيسور تاجاتات تاجاسون عندما عرضنا عليه بعض الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بمجال تخصصه في مجال علم التشريح. وعندما أجاب عليها قال لنا: ونحن كذلك يوجد لدينا في كتبنا المقدسة البوذية أوصافا، توجد لدينا أوصاف دقيقة لأطوار الجنين. فقلنا له: نحن بشوق لكي نعرف هذه الأوصاف ونريد أن نطلع على ما كتب في هذه الكتب. فوعدنا بعد عام، وعندما جاء ممتحنا خارجيا لطلاب الطب في جامعة الملك عبد العزيز بعد عام سألنا، فاعتذر لنا وقال: كنت قد أجبتكم دون أن أتثبت لهذا الأمر، ولما بحثت عنه وجدت أنه لا توجد النصوص التي ذكرتها لكم. عندئذ قدمنا له محاضرة مكتوبة للدكتور كيث المور، وكان عنوان المحاضرة مطابقة علم الأجنة لما في القرآن والسنة. وسألناه عن الأستاذ كيث مور: هل تعرفه؟ قال: إنه رجل من كبار علماء العالم المشهورين في هذا المجال. وبعد أن اطلع على هذه المحاضرة اندهش أيضا، وسألناه عددا من الأسئلة في مجال تخصصه، كان منها ما يتعلق بالجلد، فأجابنا قائلا: Yes, if the burn is deep and this destroy the receptor, we will know the perception for sensation. You will be interested to know that in this book, the Holy Book, the Quran, there was a reference 1400 years ago which refers to the moment of punishment of the unbelievers by the fire of hell, and it states that when the skin is destroyed, Allah makes another skin for them so that they perceive the punishment by fire, indicating knowledge about about the nerve endings in the skin. And the verse is إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. The translation of the meaning of this verse: those who reject our signs, we shall soon cast into the fire. As often as their skins are roasted through, we shall change them for fresh skins, that they may taste the penalty. For God is exalted in power and wise. Do you agree that this is a reference to the importance of the nerve endings in the skin in sensation 1400 years ago? ครับผมเห็นด้วย Yes, I agree. This knowledge about sensation had known long before, because it states that if something do something wrong,
and then is what punished by burning his skin, and then the Allah put the fresh skin cover him to make him know the taste of the painful again. That means that they know 100 years ago that the receptor of pain sensation must be in the skin. So they must put a new skin on it. إن الجلد هو مركز الإحساس بالحريق إذا حرق الجلد بالنار، فإذا نضج فقد الإحساس. لذلك يعاقب الله الكفار يوم القيامة بإعادة الجلود مرة بعد مرة، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهكذا ذكرنا له عددا من الآيات والأحاديث. وسألناه بعد ذلك: هل يمكن أن تكون هذه المعلومات قد جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من مصدر بشري؟ فأجاب: لا يمكن أن يكون ذلك. قلنا: فمن أين جاءت؟ قال: لا يمكن أن تكون مصدرا بشريا، أن يكون المصدر بشريا، ولكني أنا أسألكم أنتم، من أين تلقى محمد هذه العلوم؟ قلنا له: من عند الله سبحانه وتعالى. فقال لنا: ومن هو الله؟ قلنا له: إنه الخالق لهذا الوجود. إذا رأيت الحكمة فالحكمة تدل على الحكيم، وإذا رأيت العلم في هذا الوجود دلك على أنه من صنع العليم، وإذا رأيت الخبرة في تكوين هذه المخلوقات دلتك على أنها من صنع الخبير، وإذا رأيت الرحمة شهدت لك بأنها من صنع الرحيم، وهكذا. وإذا رأيت النظام الواحد في هذا الوجود والترابط المحكم دلك ذلك على أنه من صنع الخالق الواحد سبحانه وتعالى. فأقر بما قلنا، ثم عاد إلى بلاده وألقى عددا من المحاضرات عن هذه الظاهرة التي رآها واطلع عليها. وبلغني أنه أسلم بعد محاضرته 5 من طلابه. ثم جاء موعد المؤتمر الطبي السعودي الثاني، واستمع في الصالة الكبرى التي خصصت للإعجاز العلمي في القرآن والسنة طوال 4 أيام لعدد من الأساتذة من المسلمين وغير المسلمين يتحدثون عن هذه الظاهرة، ظاهرة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وفي ختام هذه الجلسات وقف البروفيسور تاجاتات تاجاسون يقول هذه الكلمة: During the last 3 years, I became interested in the Quran, which Sheikh Abdul Majid al-Sindani gave me. Last year, I got Professor Sheikh Muaz's lecture script from Sheikh. He asked me to translate it into the Thai language and to give a few lectures to the Muslims in Thailand. I have fulfilled his request, and you could see this in the video tape that I have given to Sheikh as a gift. From my study and what I have learned from this conference, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth. That can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who revealed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable Creator. This Creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah.
and hard work. I have gained much not only from the scientific point of view and religious point of view, but also the great chance of meeting many well-known scientists and making many new friends among the participants. The most precious thing of all that I have gained by coming to this place is La ilaha illallah. Muhammad, Rasul, Lula, and do not become Muslim. Thank you. وصدق الله القائل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها